السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نشرة الأخبار لحزب التحالف الوطني المصري. النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري من يقرر التواجد في العمل السياسي والعام عليه أن يتقبل النقد والإشاعة سواء كانت حقيقية أو باطلة. ننهي هذا الشهر تشكيل 15 محافظة وعدد كبير من المقررات وتواجدنا في أكثر من 170 مركز على مستوى الجمهورية، وتخطينا 300 فعالية في عام ونصف، و29 تجربة قائمة نداء شباب مصر، إذ لم تكن ناجحة فهي كاشفة، وتستعد لخوض الانتخابات البرلمانية ب200 مرشح، والأهم بالنسبة لنا منها منافستنا على المقاعد الفردية التي تظهر القوة الحقيقية للحزب. دمتم سالمين.